أبو حميد من العين يسأل عن الزكاة، يقول ممكن الزكاة أعطيها صدقة، وممكن أعطي الزكاة لشخص فقير عنده راتب لكن ما يسده الراتب إلا أنه يخربط يقول وعليه دين ويشتري سيارات وشيء من هذا القبيل. أبو حميد من العين بارك الله فيك، الزكاة الله يرضى عليك ويبارك فيك ركن من أركان الإسلام، ليست كالصدقة صدقة النفل وصدقة السنة، لا، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولهذا دائما ربنا جل أو غالبا ربنا جل وعلا غالبا ما يقرنها بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعدين هي أصلا في ذاتها صدقة، يعني الآن لما تخرج زكاتك تعطيها لفقير هي صدقة أصلا، هي صدقة في أصلها. فما يجوز يا أخي الفاضل إذا أخرجت الزكاة تنويها بنية صدقة النفل، لا، تنويها نية الزكاة وتعطى لمن بين الله جل وعلا أنهم يستحقون في قوله إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهي صدقة، هي صدقة بارك الله فيك، يعني أنت تفك فيها أزمة فقير، تفرج كربته وتيسر عسره وتنهي يعني أزمته، هذا المعنى. لماذا شرعت الزكاة؟ لهذا الغرض بارك الله فيك. أما الجواب على سؤالك الثاني فإن هذا الشخص إذا كان فعلا مستحق للزكاة فقير عليه ديون عنده راتب ما يسد لكن أنت تخاف أنه يتصرف في هذه الزكاة تصرف خاطئ، تعطيه طال عمرك تروح بنفسك أنت وتسدد دينه وتخبره تقول يا فلان الدين اللي عليك سددناه من الزكاة. لكن إذا قلت والله بسدده اليوم يروح يخربط مرة ثانية يشتري السيارات بسعر مرتفع ويبيعها بسعر رخيص وما عنده سفه مالي وما عنده دبرة، ما يجوز تعطيه من الزكاة، ما يجوز تعطيه من الزكاة. الزكاة ما تعطى للعاب، الزكاة ما تعطى للمبذر، الزكاة ما تعطى للمسرف. ممكن تعطي أهله أو أخوه أو واحد يقوم عليه يشوف ما هي الضروريات اللي في البيت، يعني مثلا مونة المطبخ في رز في لحم في شيء، تقول له خذ هذه واصرف على البيت بارك الله فيك. أم سيف من رأس الخيمة تقول الحمد لله، يعني هي تقول من الله علي بزوج طيب وخير وكريم، لكن للأسف ما يحضر أغلب الصلوات صلوات الجماعة. تقول أنا أغضب غضبا شديدا، ويعني ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أم سيف من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك. حقيقة يعني الإنسان يفرح والله لما يسمع مثل أم سيف وأمثالها حريصين على عبادة أزواجهم وعلى أنهم يشهدون صلاة الجماعة، وحريصة على، وأيضا هي حقيقة منصفة لما ذكرت زوجها بالخير رجل طيب وكريم وصالح، إلا عند هذا العذروب وهذا العيب وهذا الخطأ أنه ما يشهد صلاة الجماعة في الغالب، الفجر مثلا والظهر كما ذكرت. أختي الفاضل اصبري على زوجك، أنت مأجورة، أنت ما الله عز وجل ما يسألك عن زوجك، تدرين بأن زوجك هو الذي يسأله الله عنك. وهذا للأسف يعني صورة انقلبت عند كثير من البيوت، أصبحت المرأة هي اللي توجه زوجها للصلاة، موجود هذا، تقول يا فلان صلي، يا أبو فلان صلي، اتق الله شوف الناس يصلون، مع أن الأصل الزوج هو اللي ينبه الزوجة، يقول لها صليتي يا أم فلان ليش ما صليتي كذا. الآن انعكست، فلذلك أنت على أجر وعلى خير، لكن أنا أنصحك بأن لا يصدر منك شيء يجرح مشاعر زوجك أو يؤذيه مثلا، وغضبك هذا لله، لكن يعني حاولي أن تضبطي تصرفاتك، أنت طلبتي نصيحتي كذا، اضبطي تصرفاتك ولا يصدر منك شيء، ولا يشعر زوجك بأنك أنت قائمة عليه، ولا يشعر زوجك بأنك أنت الحسيب والرقيب عليه. ذكري قولي له فلان الجماعة صلاة المسجد أو أقاموا الصلاة سمعت الإقامة واتركيه روحي، ما تجلسين أمامه. أحيانا أخت الشيطان أحيانا أختي الشيطان يأتي في مثل هذه اللحظات، شوف لحظات الطاعة والعبادة، يأتي في مثل هذه اللحظات ثم يجعل الوضع ينفجر، يعز الزوج إلى الانفعال، ثم يفسر يعني توجيه المرأة وإرشاد المرأة له تفسير مغلوط، ثم يقول أنت كذا وكذا، وربما يحصل يعني ما هو يعني مما لا يعني ينبغي أن يقال، الطلاق ولا غير ذلك. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأنك تقولين له يا فلان أقاموا الصلاة، يا فلان كذا، والحمد لله أنت الآن جالسة تعطينا كما ذكرت رسائل وفيديوهات في هذا الأمر، يكفيك هذا، لا تتجاوزين أكثر من هذا خشية أن تنقلب الأمور إلى أمور عكسية.